Like what? Is she okay? No. شباك التذاكر الاسبوع ده اتقلب، وفيلم ميزانيته ملايين لبس في الحيط قدام فيلم رعب مستقل وفجآت محدش كان يتوقعها. اهلا بيكم في تقرير البوكس اوفيس الاسبوعي. النهارده جايب لك افضل 10 افلام متصدره البوكس اوفيس. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 إيز جاد إيز. في أول أسبوع عرض ليه بيدخل القائمة في المركز العاشر فيلم الدراما والغموض والويسترن إيز جاد إيز. الفيلم بيحكي عن أختين بيدخلوا في رحلة انتقامية ملحمية وبيواجهوا تاريخ عائلتهم المشحون بالدم والمشاكل، وده بيخليهم يروحوا لأبعد مدى ممكن تتخيلوا عشان ياخدوا حقهم. الفيلم من إخراج أليشا هاريس وبطولة كارا يونج ومالوري جونسون. الفيلم حقق الأسبوع ده 2 مليون و200 ألف دولار بإجمالي إيرادات وصلت ل 2 مليون و800 ألف دولار، وتقييمه على موقع IMDb 7.3. الفيلم ده نازل بميزانية محدودة جدا، وإنه يوصل للمركز العاشر في أول أسبوع ليه يعتبر بداية مبشرة. تقييم الجمهور بيقول إننا قدام قصة تقيلة ومحترمة. Killers, how we gonna live with ourselves if we do this? This destiny type shit. You in trouble? Chuck Hall's got your back. Just tell us where he at. For fear that it would wag, he took my time. رقم 9 In the Grey. القصة عن فريق سري من العمالقة بيعيشوا في الضلمة، ولما واحد من الطغاة يسرق ثروة بمليار دولار بيتم إرسال الفريق ده عشان يستردوا الفلوس في عملية سرقة مستحيلة بتتحول للعبة دموية ومواجهة بقاء شرسة. الفيلم محقق الأسبوع ده 2 مليون و900 ألف دولار بإجمالي إيرادات وصلت ل 3 مليون و200 ألف دولار، وبتقييم 6.7 على موقع IMDb. الغريب هنا إن الفيلم من إخراج جاي ريتشي وبطولة أسماء تقيلة زي هنري كيفل وجيك جيلنهال، فالرقم ده يعتبر صدمة وضعيف جدا بالنسبة لفيلم أكشن تجاري وضخم. Salazar's island. The police are on payroll, and he has a reasonably experienced. They work between the moral and the immoral. رقم 8 توب جان. عودة الفيلم الكلاسيكي الأسطوري توب جان للسينمات من تاني. طبعا كلنا عارفين قصة مافريك الطيار المتهور والجريء اللي بيروح لمدرسة النخبة في السلاح الجوي وبيتدخلوا تصرفاته في مشاكل وتحديات مع بقية الطيارين وخصوصا ايس مان. الفيلم من إخراج الراحل توني سكوت وبطولة توم كروز. في أسبوع إعادة عرضه حقق 3 مليون و300 ألف دولار عشان يضيفهم لإيراداته التاريخية اللي وصلت ل 133 مليون دولار في أمريكا، وبتقييم 7 على موقع IMDb. نزول الفيلم في السينمات تاني هو حركة ذكية جدا، وواضح إن عشاق السلسلة راحوا يستمتعوا بيه على الشاشات الكبيرة. الرقم ده بيثبت إن توم كروز وأفلامه الكلاسيكية لسه ليها هيبة وبتعمل فلوس حتى بعد السنين دي كلها. Feel the need for speed. These really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous. رقم 7 بروجكت هيل ماري. في المركز السابع وثابت بقوة بعد 9 أسابيع عرض فيلم الخيال العلمي والمغامرة بروجكت هيل ماري. مدرس علوم بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لوحده في مركبة فضائية، ومع رجوع ذاكرته بالتدريج بيكتشف انه في مهمة لإنقاذ الشمس وكوكب الأرض من مادة مجهولة بتدمرهم، وبيكتشف ان الصداقة غير المتوقعة في الفضاء هي الحل. الفيلم من إخراج الثنائي فيل لورد وكريستوفر ميلر وبطولة رايان جوسلينج. الفيلم محقق الأسبوع ده 4 مليون دولار عشان يوصل لإجمالي مرعب 336 مليون دولار وبتقييم 8.3 على موقع IMDb. الفيلم ده هو واحد من حصين السنة دي في البوكس أوفيس، بقاله شهرين في السينمات ولسه بيجيب ملايين ومحافظ على مكانه في التوب 10. تقييمه الأسطوري بيوريك ليه الناس لسه بتقطع تذاكر عشانه، ورايان جوسلينج بيثبت انه ضامن للنجاح التجاري والفني. You are the only scientist who might know what this says. Every star was infected by its neighbor except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle. You have a doctorate in molecular biology.
رقم 6 ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي. الانيميشن حاضر معانا في المركز السادس مع ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي. في اسبوع عرضه السابع ماريو بياخدنا في رحله بره كوكب الارض وبيستكشف عوالم كونيه ومواجهات مجنونه بعيد عن مملكه المشروم الكلاسيكيه. الفيلم من بطوله اصوات بري لارسون وبيني سافدي ومحقق الاسبوع ده 4 مليون و500 الف دولار وباجمالي ايرادات وصلت ل 420 مليون دولار وبتقييم 6.3 على موقع IMDb. رغم ان تقييم الفيلم منخفض مقارنه بالجزء الاول لان ارقام ماريو في حته تاني خالص و420 مليون دولار دول بياكدوا ان عالم نينتندو بقى فرخه بتبيض ذهب لهوليوود. الفيلم خلاص بيفنش رحلته في السينمات بس بعد ما امن مكانه كواحد من انجح افلام السنه. رقم 5 ذا شيب ديتكتيفز. في المركز الخامس وفي اسبوعه الثاني فيلم الكوميديا العائليه والغموض ذا شيب ديتكتيفز. قصته غريبه ومضحكه جدا. راعي غنم بيقعد كل ليله بيقرا قصص جرايم للخرفان بتوعه وهو فاكرهم فاهمينه، ولما الراعي ده بيتقتل بجد الخرفان بتستوعب المصيبه وبتبدا تجمع قوتها عشان تحل لغز الجريمه دي بنفسها. الفيلم محقق الاسبوع ده 9 مليون و600 الف دولار باجمالي 33 مليون دولار وبتقييم 7.7 على موقع IMDb. الفيلم عامل مفاجاه حلوه جدا وفكرته المبتكره نجحت مع العائلات والاطفال بسرعه في اسبوعه الثاني. تقييمه العالي الفيلم كوميدي عائلي معناه ان الكوميديا مكتوبه بذكاء وخلت ايراداته تقرب من ال10 مليون دولار في الاسبوع ده. Are you coming? For George? For George. And we have our motive. We need to look for clues. Stand back. I am, after all, a sheep detective. Officer Derry, I am George Hardy's lawyer. He wrote a will. In the nighttime stories, the people in the will are always the suspects. رقم 4 مورتال كومبات الجزء الثاني. الدمويه والاكشن في المركز الرابع مع مورتال كومبات في الاسبوع الثاني لعرضه. ابطال اللعبه المحبوبين ومعاهم المره دي النجم جوني كيدج بيدخلوا في معركه طحن اخيره ومصيريه لهزيمه الحاكم المظلم شو كون اللي بيهدد وجود الارض بالكامل. الفيلم من بطوله كارول اوربان ومحقق الاسبوع ده 13 مليون دولار عشان يوصل باجمالي ايراداته ل 65 مليون دولار وبتقييم 6.9. الفيلم نزل بقوه الاسبوع اللي فات ورغم انه رجع للمركز الرابع لان ال 65 مليون دولار في اسبوعين رقم معقول جدا لفيلم دمويه وعنف. عشاق اللعبه قايمين بالواجب في الصالات مع ان الفيلم محتاج يشد حيله دوليا عشان يغطي ميزانيه المؤثرات البصريه الضخمه بتاعته. I'm not some champion. رقم 3 اوبسيشن. المركز الثالث بيروح لفيلم الرعب والإثارة الجديد اوبسيشن. في أول أسبوع عرضي ليه القصة عن شاب رومانسي بائس بيكسر شجرة سحرية وغامضة عشان يكسب قلب البنت اللي بيحبها وأمنيته بتتحقق فعلا بس بسرعة بيكتشف إن بعض الرغبات بتيجي بثمن مظلم وسوداوي جدا. الفيلم من إخراج كوري باركر ومحقق في أول أسبوع ليه 17 مليون دولار بإجمالي إيرادات وصلت ل 24 مليون دولار وبتقييم 8.2 على موقع IMDb. الفيلم ده بيثبت إن هوليوود دايما بتكسب رهان أفلام الرعب قليلة التكلفة. تقييم الفيلم بيقول إن المخرج كوري باركر عمل قنبلة رعب نفسية هتعيش في السينمات لأسابيع قدام. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Like, what? Is she okay? No. I love you. رقم 2 ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني. الوصيف والمركز الثاني من نصيب فيلم الكوميديا والدراما المنتظر ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني. اندي ساكس بتجتمع من تاني مع الملكه ميراندا بريسلي وهم بيحاولوا يمشي كاريرهم وشغلهم وسط الانهيار العنيف اللي بيحصل لصحافه المجلات والطباعه التقليديه. الفيلم بيشهد عوده ميريل ستريب وان هاساوي وايميلي بلانت ومحقق الاسبوع ده 18 مليون دولار عشان يوصل باجمالي ايرادات ممتازه 180 مليون دولار وبتقييم 6.7. عوده الثلاثي الاسطوري للفيلم ده كانت كافيه انها تعمل زلزال في شباك التذاكر وال180 مليون في 3 أسابيع رقم ضخم جدا لفيلم دراما وكوميديا. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose to the dinner. That's all. رقم 1 مايكل.
للاسبوع الرابع على التوالي الملك بيرفض النزول. فيلم السيرة الذاتية مايكل في المركز الاول. الفيلم بيستعرض الحياة المبكرة لأسطورة الموسيقى مايكل جاكسون، من اول اكتشاف موهبته كقائد لفرقة جاكسون 5 لحد ما طموحه الابداعي خلاه يتحول لاكبر فنان ترفيهي في تاريخ الكوكب. الفيلم من اخراج انطوان فوكوا وبطولة جعفر جاكسون. الفيلم محقق الاسبوع ده 26 مليون دولار عشان يوصل باجمالي ايرادات مرعب قيمته 289 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDb 7.7. الفيلم ده مش مجرد فيلم ناجح، ده ظاهرة سينمائية بتكتسح سنة 2026 4 اسابيع ورا بعض في المركز الاول و289 مليون دولار داخليا. بس الارقام دي بتثبت ان شعبية مايكل جاكسون لسه حية، والاداء العبقري من ابن اخوه جعفر سكت اي ناقد وقعد الفيلم على عرش البوكس اوفيس بجدارة مطلقة. ودي كانت نهاية الفيديو وترتيب شباك التذاكر والبوكس اوفيس. قول لي في التعليقات ايه الفيلم اللي ارقامه صدمتك، وايه الفيلم اللي ناوي تقطع له تذكرة وتروح تشوفه في السينما النهارده. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد السينما وعالم الافلام اول باول. اشوفكم على خير.